الاثوريتي، هل يمتلك عميلك القرار ولا لا يمتلك القرار؟ هو في عميل ما بيمتلكش القرار؟ لا، ركز معايا بقى. انت ممكن حضرتك تروح تشتغل بي تو بي في مكان كبير وبتعمل مجهود معاه، وهو مدي قرار الشراء لمكتب فني هو اللي بيقرر له. ما بتقابلوش الحالات دي ولا ايه؟ مصنع كبير وانت عمال تروح مره تقعد مع بتاع السكيورتي وتجمع داتا وتروح وناس اهم معلومه، هم القرار من عندهم ولا مفوضين ناس من بره؟ يقول لك لا يا عم، ده متعاقدين مع مكتب هو اللي بيشتري لهم الكلام ده. طب انت حضرتك ضيعت وقت على الفاضي ليه؟ ما هي المعلومه دي من الاول. اسمها الاثوريتي. او ان عميلك يبقى فرع مش هيد اكونت. حضرتك رايح معمل او مستشفى، رايح جاي رايح، وتكتشف في الاخر انها فرع من ضمن مجموعه تشين، والهيد اكونت بتاعهم موجود في الحته الفلانيه. طب الوقت اللي راح مع الفرع ده هيعمل لك ايه؟ اذا كان العميل لا يمتلك سلطه الشراء بتاعه المنتج فهو مش بروسبكت، هو مجرد ليد. اخده انا كوسيله يوصلني للايه؟ للبروسبكت، اللي هو مين مدير المشتريات عندكم، الهيد اكونت بتاعكم فين. انت ممكن اخد معلومات عشان اكلم زميلي بتاع الكويت يروح له، او اسافر له انا بقى واشوف هنعمل ايه.